بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الاحمر. يلا كده اهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا ماتش مصر منتخب مصر وبوركينا فاسو. ده جديد يذكر. مفيش كورة، مفيش هجمة، مفيش باصة، مفيش حاجة خالص. يعني منتخب بوركينا فاسو احنا كنا ضغطنا عليه شوية، كان ممكن نكسبهم. فريق برضه مش قوي قوي يعني. آه انا شايف فريق في مكان في المتناول. احنا خلاص الماتش من هناك ونريح نفسنا ونريح الدنيا كلها. زي كده تونس ما عملت في آخر دقيقة جاب محمد بن رمضان جون صعود تونس لكأس العالم. لكن احنا بنتكلم بين الماتش اللي فات ان منتخب مصر محتاج وقفة. منتخب مصر محتاج، مفيش كورة بيقدمها، مفيش جمل بتتعمل، ولا حتى بيدافعوا ولا حتى بيعملوا حاجة. في حاجة في مشكلة في منتخب مصر. ايه هي بقى؟ الكابتن حسام هو يطلع يتكلم ويقول لنا. يعني هي أحلى حاجة امبارح عجبتنا عودة مروان عطية بصراحة. يعني الحمد لله على السلامة مروان. بس مفيش حاجة تانية تذكر في الماتش امبارح. يعني انت كنت ممكن تدوس على نفسك شوية وتجري اللعيبة شوية ويعني حتى تجيب جون واحد بس حتى وتنام عليه. اسمنا حتى فزنا على بوركينا فاسو وصعدنا من هناك، لكن انت ما عملتش كده خالص. انت نزلت برضو بتدافع، مفيش وسط المانيا كان معظمه كله ما بيهاجمش يعني، فاهم؟ آه، بصراحة واحد مش عارف يقول ايه. واحد كان متوقع هنشوف منتخب مصر مع حسام حسن أكتر من كده، لكن شكلنا كده اتحاد الكورة محتاج نظرة من المدير الفني. أنا ما بهاجمش عشان حسن والله، بس أنا بتكلم في اللي بنشوفه يعني، فاهم؟ يعني احنا أيام مستر كولر لما كان ماسك الأهلي وكنا وحش قلنا وحش، من أول الموسم قلنا وحش. لما نبيرو راح كأس العالم للأندية وباين لو هو مش مدرب كوفي قلنا وحش. يعني مش عيب نقول على مدرب وحش اللي احنا شايفينه. لكن انت لو مدرب لو مدرب كويس انا كويس، فاهم؟ انت اصلا ما تقابلش فرق كبيره يعني. ما قابلتش مثلا تونس، ما قابلتش الجزائر، ما قابلتش المغرب، ما قابلتش نيجيريا، الكاميرون، الفرق اللي هي قويه اللي ممكن بتهاجم، فاهم؟ اللي ممكن تهاجم بجد يعني، فاهم؟ المجموعات دي كلها سهله، المجموعات كلها يعني في المتناول، فاهم؟ فاحنا ما بنهاجمش يا كابتن حسن كحسام حسن، لكن بالعكس احنا بنتكلم كوره. انا عمري ما هاجمت حد كشخصيه. بالعكس انا بحب كابتن حسام حسن جدا 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 يعني. لما كان في الأهلي وراح الزمالك خلاص هو الأهلي كان مشاه، فخلاص رجليه يعمل إيه يعني، فاهم؟ لكن كشخصية حسام حسن على عيننا وراسنا وفوق دماغنا يعني. احنا بنتكلم كورة. احنا كنا هنا بنتكلم كورة، بنتكلمش، احنا بنتكلم كورة وفنيات يعني. احنا ما بنشوفش فنيات في الماتش امبارح، في الماتش بتاع بوركينا فاسو، ولا الماتش بتاع اللي فات اللي هو بتاع الشبع، فاهم؟ انت تقدر تنجز أول ما يكسبوك الماتش. غير كده انت ما جبتش جون يعني، فاهم؟ انت لو كنت جبت مثلا جون ولا جونين كنا قلنا اه، لكن انت ما جبتش حاجة بعد ضربة الجزاء. فدي مشكلة مش ميزة يعني. احنا طبعا مش ضد حسام حسن ولا حاجة، بس احنا بنتكلم كمنتخب مصر وكورة يعني، فاحنا محتاجين نظرة من مدير فني، وليه تجيب مدير فني أجنبي الفترة اللي جاية لو إن شاء الله بإذن الله نوصل كأس عالم وأفريقيا كمان. أفريقيا كابتن حسام حسن هيتعب فيها جامد. ف بقى مين فاهم؟ أنا والله كله كلامي كورة، مش قصدي حاجة ولا بكلم في شخصية حد ولا حاجة. احنا بنتكلم كورة وفنيات. فده كان رأيي في ماتش مصر وبوركينا فاسو. لا جديد يذكر، مفيش حاجة حصلت. المنتخب لسه فيه مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. فبالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله الفترة اللي جاية. يلا أهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. السلام عليكم.